يلا بقى الحقي خزنيه قبل ما يغلى تاني. مالي السوق ب20 جنيه بس، كلنا السنه اللي فاتت خزناه ب100 جنيه. السنه دي بقى رخيص. يلا الحقي بقى خزنيه التوم اللي في السوق دلوقتي، التوم نفرمه ونخزنه. تمام. حلو قوي قوي وهينفع معاك ان شاء الله طول السنه. انا جبت بقى توم فصصته كده وهحطه بقى في الكب اطحنه كويس. وهقول لكم بقى هيقعد معايا لونه ابيض سنه كامله ازاي، بمكون بسيط جدا جدا وموجود عندنا في كل مطبخ. تمام. هنا بقى كنت فرمت التوم كل الكميه اللي انا عايزه اعملها. هحط عليها بقى معلقه ملح واحده بس، ممكن تستغني عن معلقه الملح، انا بحب احط معلقه الملح فيها، بتحافظ برضو عليه. بس اهم حاجه المكون بقى اللي هيحافظ عليه اكتر الخل، اهم حاجه اهم حاجه الخل. بيخلي لونه ابيض لحد اخر معلقه بتاخديها من البرطمان بيبقى لونه ابيض. مش قادره اقول لك حلو جدا جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. هنا بقى عبيته كده في البرطمان. هجيب بقى كوبايه واحط فيها معلقه زيت ومعلقه خل ابيض. وهبدا بقى احطها كده على وش البرطمان، هقلبهم مع بعض الزيت والخل واحطهم على وش البرطمان بالشكل ده. هيبدأ بقى يتقلب كله مع بعضه كده وينزل مع بعضه وخلاص. بس وخلاص هحطه بقى في التلاجة على الرف واسحب منه بقى كده، ما شاء الله حلو جدا جدا. لو اول مره بقى بتتفرجوا عليا يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان القناه ان شاء الله هتكبر بيكم بفضل ربنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.